عليكم واهلا وسهلا بكم في القناه ديالي حلويات الماس. اليوم غادي نقدم لكم طريقه عمل كيكه عيد ميلاد. نتمنى تعجبكم. غادي نبداو بالمرحله الاولى واللي هي غادي نصاوبوا الكيكه ديالنا. غادي نحتاجوا كاس ونصف ديال الطحين. غادي نحتاجوا 6 ديال البيضات. عندي هنايا فصلت بياض البيض بوحدو والصفر بوحدو. عندي كاس ديال السكر. عندي هنايا ملعقه ديال الخميره كيماويه، شويه ديال الملحه، قبصه ديال الملح، وغادي نحتاج لافاني ليكيد. غادي نحتاج ملعقه ولا ملعقه ونصف ديال الزيت. غادي نبداو بسم الله. غادي ناخدو بياض البيض نطربوه مع شويه ديال الملح كنضيفوه لبياض البيض باش يطلع داك البياض مزيان. نبداو نطربوه بالطراب الكهربائي. بعد ما طلعنا بياض البيض مزيان دابا بحال هاد الشكل، غادي ناخدو الصفر ديال البيض. غادي ناخدو الصفر ديال البيض نخلطوه مع السكر. كما قلت لكم استعملت 6 ديال البيضات. غادي نضيفو الفاني ليكيد وغادي نطربو مزيان. كما كتشوفوا كنخلطو. دابا غادي نضيفو الزيت. بعد ما خلطنا الصفار مع السكر حصلنا على خليط بحال هكا، تقريبا اللون ديالو ابيض. ضفنا ليه شويه الملعقه ديال الزيت. استمرينا في الخلط. دابا غادي ناخدو الطحين. غادي نبقاو نضيفوه تدريجيا مع الخميره ديالنا. غادي ندير الخميره على الطحين ديالنا. غادي نبقاو نضيفوه تدريجيا. نخلطوه شويه بشويه. غادي ناخدو شويه ديال بياض البيض اللي سبق لينا طربناه. غادي نضيفوه للخليط نحركو. كما كتشوفوا مازال ما ضفت الطحين كامل. درت غير شويه ديال الطحين. بعد ما ضفنا الطحين كامل غادي نحركو. غادي ناخدو البياض غادي نضيفوه على الخليط ديالنا.
ونستمر في التحريك. انا خديت المول دائري، درت فيه ورق الزبدة. يمكن لكم تستعملوا اي شكل ديال المول اللي بغيتوه. غادي نستمروا في التحريك كما كتشوفوا. كنحركوا الخليط ديالنا بحال كنطويو الخليط باش ما نحافظوا على الهواء اللي كاين في البياض ديالنا. نضيفوا باقي البياض بيض. بحال هكا، بحال اللي كنطويو، غير بشويه. غادي ناخدو الخليط ديالنا، غادي نفرغوه في المول. الفران كنا سخناه على 180 درجة. غادي ندخلوها الفران 20 دقيقة حتى نصف ساعة. بالنسبة للتزيين غادي ناخدو الكريم شونتيي، نكونوا حطيناها من قبل في المجمد، يعني تكون باردة. غادي ناخدو بحال هكا هاد الكمية ديال الكريم، غادي نطربوها مزيان طراب الكهربائي. بعد ما خفقنا الكريمه ديالنا مزيان بحال هكا، هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي ناخدو الكيكه ديالنا ونبداو في التزيين. بعد ما خرجنا الكيكه ديالنا من الفران خليناها تبرد. قطعناها على جوج. بالنسبه للطبقه الاولى درنا ليها السيرو ومن بعد غطيناها بلا كريم. دابا غادي درنا فوق منها طبقه تانية، غادي نسقيوها بالسيرو بحال هكا. من بعد ما نسقيوها بالسيرو غادي نغطيو الكيكه ديالنا كامله بلا كريم. ما غطينا الكيكه ديالنا بالكريم. دابا انا خديت الفريز باش نزين بها الكيكه ديالي. يمكن لكم تاخذوا اي فاكهه بغيتوها، لكم حريه الاختيار. لقينا الكيكه ديالنا بالفريز والشكلاط. هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى تجربوها من الاعجاب ديالكم. شكرا على المشاهدة ديالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.